السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجع لكم فيديو جديد بالقناه، وبهذا الفيديو راح اراويكم اول شيء الشيء الجديد او الشيء الخرافي اللي صار وياي. طبعا يا شباب اول شيء ابدي باللي كنت اسويه. اللي كنت اسويه يعني ارتب اغراضي، ويعني هاي الشجره ما عليكم منها، فرتبت اغراضي وجمعت خشب همين ستاك. طبعا جمعت ستاك وشويه، بس شويه صرفتها ترى، فصار عندي ستاك وانا قاعده اجمع الخشب. يعني حصلت كم شجره بس طبعا كلهم شمارتهم، وجمعت تفاحه واحده. ريت اجمع اكثر بس ما قدرت لي، ما لقيت، ما اعرف ايش قصه الاشجار فارغه. طبعا اذا كنتوا تعرفون يا غابه جمعت منها الغابه اللي قدام كلش، حتى راح اذا تلاحظون عاد راح تشوفوه شويه فرغت او فشي، يعني صار بيها مختلف. فهسه ما اطول عليكم، راح اراويكم المفاجاه، الفشي الخرافي، الفشي الكلش حلو اللي صار وياي. الفشي اللي انا قاعد اجمع خشب صار هو هذا. قاعد تشوفون شنو هذا؟ هذا اسمه زومبي فيليجر. تعرفون شنو يعني زومبي فيليجر؟ يعني صديق جديد إلي بالعالم. وهذا هو اللي لابس هدوم ورديه، معناتها هاي بنيه ترككم منها. فهاي راح نخليها تعيش ويانا بالبيت حد ما نبدي لها محل مكياج او محل ميك اب او هيك اشياء. فهي هاي راح تعيش ويانا. بس قبل اي شيء لازم نركز على ملاحظه وحده، واللي هي ما نروح مكان بعيد، لان اذا رحنا مكان بعيد راح تختفي مثل ما اختفى اول زومبي فيليجر لقيناه بالعالم. فهسه راح نشتغل على انه نحولها الى زومبي، الى قروي مثل هذا صديقنا. هي صديقنا انت كنت مثلها ترى، يعني لا تستغرب وانت خايف من عندها وداير منك، صدقني ترى هي مو تاذي مثلك كنت. فهسه اول شيء راح اجيب هاي التفاحه اللي لقيتها. الحمد لله على الاقل لقيت تفاحه واحده، توقعت ما راح الاقي اي وحده. ونحولها تفاحه ذهبيه، ومن نحولها تفاحه ذهبيه راح نقدر نعالجها بهذا المسحوق اللي احنا صنعناه قبل. فهسه راح نعالج هالاخت هنا. واول شيء شنو كانت اول خطوه؟ اشمر عليها هذا وبعدين اوكلها. لو اوكلها واشمر عليها هذا، يا والله نسيت، قبل مره اسويها بالمقلوب. يلا عادي اقبل، المهم كنت تتعالج. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي هي طخه، فهسه نوكلها كنت تشتغل. هي اي هم زين والله، اخترعت على بالي سويتها بالمقلوب. بس طبعا انا صارت علي هاي التعويذه ما تخليني يعني سيفي يصير بطيء او فشي، يعني ما اعرف شنو هو الصراحه. فتشوفون ما اعرف اذا كانت طاقه سيفي قاعد تقل شويه بحدها، اعتقد هو هذا الشيء اللي يسويه المسحوق. فهسه احنا ما علينا، نشوفها هي قاعد ترجف خايفه وتبوع لي بنظره حزينه، وليش قاعد تحاولني. فاحنا ما علينا، حنبقى نراقبها هاي المره، مو مثل ذيك المره ما قدرت تشوفون شنو صار بيها او شنو صار باخونا ذاك. وحشة تلحقني تاكلني، لا تاكليني، لا تاكليني هم يا شباب. طبعا هاي الزومبيزيه او اي شيء كانت، فهاي تحب شنو؟ تحب الذهب. اذا انطيها ذهب تنطيني ايمرالد. تحب القرويين كلهم يحبون الايمرالد، اما فهي الوحيده اللي تحب الذهب. وهي الذهب تحب لحم الزومبي، فتحب تجمع لحم زومبي. ما اعرف شو تسوي بيك، توكله لا شيء. فهي تاخذ لحم الزومبي وتجمعها عندها وما ادري شنو. فبينما هي قاعده تتحول، فخل احكي لكم يعني انا عن اشياء ثانيه. اول شيء اعتقد انا حليت مشكله ان الفيديو ينطفي احنا وقاعد نصور. فمنه جاي ان شاء الله ما ينطفي الفيديو انا قاعد اصور. واذا انطفى بهاي الحلقه فانتم على علم انه مو انا السبب، وراح اكمل لكم التكمله يعني ما الفيديو اذا ما كملنا القصه بالفيديو الجاي. فصراحه ما اعرف ايش راح اسوي، صدق خليك على افكر. اذا تحولت هاي وراها ايش راح قاعد اسوي؟ عرفت شنو قاعد نسوي؟ نقعد ننقلها للبيت حتى تعيش ويانا. صح اذا كانت راح تعيش ويانا لازم نحضر شوي اشياء. اول شيء نخلي باب حديديه، ثاني شيء لازم ننام بيت الصيديه ليل، وخلينا نجيب الدقم وحنرجع لايام زمان. استغفر الله بعدني ما ارتحت. اوكي هسه الزومبيزيه هناك، وحنخلي لها محل مكياج هناك. ترى صدق يعني بكلامي محل مكياج، راح اسوي لها محل مال مكياج وميك اب وما ادري شنو. راح تعيش يعني حياه هم المحل عندها، وتبيع لنا اشياء واحنا نبيع لها. فهسه خلينا ننام بس بعد ما غربت الشمس. لا لحظه اذا نمنا اعتقد حتتحول، ما راويكم شلون. لا بس يلا احنا مجبورين ننام لان ما تصير حوادث بالليل. فخلينا ننام، وكل ما تتحول منا للصبح ولازم خل احط البيبان واروح اشوفها. فاتوقعها تحولت الصراحه، اتوقعها تحولت. اوكي هي متحوله، عندي احساس. لا ما متحوله. قوم خلينا نلحق. اوكي هي هنا، خلينا نلحق يمكن في هاي اللحظه تتحول. تخيل ليله كامله
وحاجة هسه ما تحولتي، صار لك دقيقتين تقريبا، انا قاعد ادور على وقت الفيديو حتى اعرف ايش قاعد تتاخر. صار لها دقيقتين. يلا يا اختي تحولي، خلصي لي اريد اشوف المفاجاه او شو تتحولين. هو متى تحول ماكو فشي مهم، بس يطلع صوت انفجار او فشي خفيف من هذا الحكي باتج عليه. اخيش تفترين، يلا افتري 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 والله قاعد تفتر. شو تفتر. اوكي ما علينا بها، يلا تحولي. اذا انطفى الفيديو فاعرفوا انه مو اني السبب، راح انشر لكم اياه بدون وداعيه. فعادي تقريبا صار لي 3 فيديوهات انا ما موجعكم بدايه الفيديو كله من ورا البرامج. اوكي هسه تعرفون انتم اذا انقطع الفيديو فمو اني السبب، وانا حليت المشكله الصراحه. اتحولت وبطريقة مرعبة ووقت غير مناسب، وبحشو تبوع لي وعباك تقول لي شكرا إلك خلصتني من هذا السم. والله تقول لي صح. اوكي خلينا نشوف شو تبيع لنا ايمورد بالذهب وتاخذ لحم الزومبي. تعرفون شو راح نعطيك؟ حطيت كل اللحم الزومبي اللي عندي من السبونر الزومبي اللي هناك. فهذا هو ضيفنا الجديد. هسه راح احضر السكه الحديديه، بس قبل كل شيء خليت هاي ما يجي زومبي يخربط علينا كل شيء. اوكي هسه خليني اروح للبيت وشنو اسمه. اول شيء اكل لي لحمه، ثاني شيء اجي احط هنا دقمه وهنا ثانيه، وثالث شيء شنو اكو هنا ماكو شيء. اوكي ثالث شيء هاي هنا بعد عندي هم هنا. اوكي هسه لازم اجيب السكه الحديديه على مود انقلها لبيتي وبركة تستمتع وياي. ويلا نشيل هاي والله ما اعرف شو اشيل، خلينا نشيل كل شيء حتى الدروع بعد ما اريدها. اوكي الطين حتى حخليه هنا ما شاء الله. اوكي سمع علي، خلينا ناخذ السكه حتى ننقلها الى البيت. اوكي بينما احنا بالحلقه اللي راحت جمعنا دايموند، فلسه احنا صنعنا بكاس جديد مال دايموند ونطوره ان شاء الله بالحلقه الجايه، مو بهاي الحلقه بالحلقه الجايه. سمعتوني بعد ما اعيد كلامي. هسه راح افتحها واحط لك هنا وحده واحط لك يمها وحده. وشلون لحظه صعبه حتكون اذا اسدها، ما اعتقد تقدر تطلع، لا ما تقدر. فراح احط لك هنا وحده ثانيه واكمل لك هنا وحده ثانيه وهنا هم وحده بعد. يلا هاي كلها بس على مودك. لا طلعي، لا تطل. شو ايش قصتك عبودي ركز. اوكي لا ما اشتغل. اوكي حطها هنا. اي الحمد لله اشتغلت كلها. فهسه بهاي راح اكمل عليها للبيت اوكي خلينا الشمعة ونكملها للبيت حتى توصل لنا وتعيش ويانا من جديد وبايام سعيده. مثل لا تقولي هاي همية تغني بالليل وتخليني اقعد الصبح راسي ياذيني، لا حتعذب. صدق عشان انا مستغرب ليش عندي 2 ميني كارد، يمكن وحده لقيتها والله صدق ما اعرف انا ليش عندي 2 ميني كارد. اوكي هنا خلي وحده ونجيبها. يلا تعاي صعدي. هي اصبر. السكه متحمسه زياده، فاحنا لازم نخليها ما تتحمس. وهاي راح نحطها بدالها هاي ونحط عليها الميني كارد. وصعدي. اوكي جيبي الميني كارد. عندي فكره ثانيه، جيبي الميني كارد انت روحي هناك روحي. لحظه خلي هاي هنا وخلي هاي عليها. اوكي ركبت. وصلت البيت اكيد وصلت البيت. وينها يا هلا بيك ست ام محسن. من هو محسن ما ادري. فعيشي ويانا وان شاء الله تتهنيني في هذا البيت. ويا ست ام محسن وعن قريب اسوي لك يعني محل. اوكي هسه حطلع لكم لا شو كافي صدق. اختاروا موضوع الحلقه الجايه كافي. انتم كل تختارونه هيرو كرافت. ما مليتوا؟ بس سؤال، ما مليتوا الحلقات او الفيديوهات كل شيء قاعدين نشر هسه حاليا عن هيرو كرافت؟ ما مليتوا؟ انا بالنسبه لي مليت بوحدي. اوكي بس انا مرتبك فخليني اسد الباب عليها اللي ما تطلع. هسه ما اعرف هسه او يمكن طلعت لكم اصلا من بدايه الفيديو. فانتم اختاروا بس شنو تريدونه يعني بالموضوع الحلقه الجايه. بس اختاروا هاي المره شنو اسمه حتى نسيت شنو اسمه استغفر الله. اختاروا سلسله الاختراعات او بكيفكم بعد، انا ما ادري اجبركم، بس يا ريت تختارون سلسله الاختراعات لان مليت. انا بالنسبه لي مليت ما اكذب عليكم. اوكي ترى هذا هو الفخ اللي انا سويته عم يجوا بيت زومبي. وطبعا كنت ساده بس فتحته على مود اي احد يجي منا يعبر يوقع بيه ويعلق مثلي اني هسه.
اذا انا اعرف ان هذا فخ ليش خليت روحي اعلق بيه؟ اوكي سمع علي. فترى هي ما مشت هنا، وقعت لقيتها بالغابه وقعدت اجرها لحد ما وصلت هنا وخليتها توقع. طبعا وقعت على متذاري خالها، عبالها هاي بلوكه، فوقعت بيها ووقعت بالفخ وسديتها عليها وشفتها قاعد تحترق، فخليت فوقها بلوكات واللي هي هاي البلوكات خليتها فوقها على مود لا تحترق. فهسه نروح نسلم عليها من جديد. ويا هلا بيك ست ام محسن، شلونك؟ هذا هو البيت وعشان تاخذ ذهب. هذا هو البيت، بيتك، ارتاحي بيه بكل مكان روحي ما عدا غرفتي. اذا شفتش بيها تعرفين بعد شو يصير. غرفتي وفراشي ما تطخيهم. بعد شو استمتعت؟ بدأت تتمشى وتشوف الجو. اوكي حصلنا ضيف جديد للسيرفر وهسه راح ننطيها اشياء. وطبعا كل ما يجي احد جديد للسيرفر لازم نوزع له هدايا واشياء وندلله ونخليه يحبنا. فاحنا حنوزع له الشيء اللي يحبه، يا اما الذهب يا اما لحم الزومبي. طبعا حنطيه لحم الزومبي، ليش افكر انطيه الذهب مالتي؟ كل اللحم الزومبي اللي حصلته من سبون انا انطيه اياه. والله عندي هواي. تعال شوفوا انا عندي 5 ايمرالد بس. شوفوا ايش قد حيصيرون هسه. خليني اخذ 1 2 3 4 5 6 ايمرالد يا شباب. وهذا الايمرالد حيبقى يعلى ويعلى 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 كل ما اروح للسبون الزومبي اللي سويته وياكم. واو اوكي قامت تجيب لنا ريدستون واو والله تجيب لنا اشياء حلوه. انت خلاص مضيفه او المفروض كل ما اشتري من عندك، بس يلا عادي. اوكي ذيش ريدستون تورش مالتي لازم اجيبها، يلا بعدين. فهسه هاي عاشت ويانا وخلينا نشتري من عندها بعد اشياء على مود تجيب لنا ثانيين. فحشتري هذا الريدستون وهو انا ما اريده بس عم اشوف شو تجيب لنا بعد. يلا جيبي اشياء جديده يلا. اوكي جابت لنا عين اندرمان. واو جابت لنا 3 اوكي جلوستون. لحظة انا صدق احتاج لجلوستون شباب، لقيت مصدر جلوستون واخيرا 3 بريدستون وحدة. تعالي طيلي كل الجلوستون اللي عندك. اريد 1 و2، صار عندي 6 وانا صرفت ماي جاد انا قاعده اصرف هواي من الايمرالد. كافي عبودي كافي. لها مره تفلس وتقوم بعد ما تطخ بيتك. اوكي حط هاي هنا وحط هاي هنا. تعرفون خطتي من البدايه انه اريد احط جلوستون بالسقف بدل هاي الشموع لان شكلها مو كلش عاجبني. فاشيل هاي همين واحط هنا جلوستون بعد وهنا هم جلوستون بعد. وين راحت؟ قاعد تطلع من الشباك. ما اعرف انا خايف اذا الزومبي وقف هنا من الشباك وهي وقفت منها يقدر يكتفه. والله ما ادري، بس انا ما راح اهتم لان ذاك صديقنا الحراث او ذاك حتى ما انطيناه اسم احنا ابو الفيجنات شنو اسمه ما كان يموت فعادي. فشوف شو جابت لنا. جابت لنا اكس بي فري يعني. ما اريد اخذ اكس بي منه بس المشكله ما اعتقد حيفيدني. 6 ايمرالد يا حراميه. 6 ايمرالد مو صوتك اللي يخليك ببيته. اوكي خلينا نشوف السقف. كملناه والله كملنا السقف كله ب6 بس. عافيه عليك يا ست ام محسن. لازم نسميها ست ام محسن. ما اعرف يمكن حصرف عليها حتى نيم تاك عمد لا انسى الاسم. ام محسن فوق المحل مالتك راح اذكر اسمك ام محسن. عجبك الاسم؟ اوكي انا عندي لافه مال حق بيتي هسه ما اعرف كلش متحمس لها واحس يعني حصل ويانا هواي اشياء وياها يعني حنبني لها محل وما ادري شنو. فهسه احنا صارت عندنا صديقه بالسيرفر ست ام محسن. فقبل كل شيء قاعد تشوفون سكني ما حد عاجبه السكن وقاعد تجي لي كومه تعليقات وانا مال فيديوهات الراحه واثنيناتهم ما حد كتب لي اي تعليق بس واحد كتب لي هم زين نزل الجزء الثاني. يا ربي كتبوا تعليقات يا رب بس كتبوا تعليقات اي شيء كتبوا اي فشي حتى لو نقطتين وسكتوا بس تعليقاتكم الوحيده يعني تعجبني. يعني اشوف مثلا تعليق سكنك اختار مثلا فلان سكن انت قاعد تقولوا لي سكن مالتك ما حلو وغيره زين اغيره بكيفي بركة غيرت لواحد ثاني وانتم اصلا الثاني حتى ما عجبكم. يعني شو اسوي بذيك الحاله؟ حتقولوا لي اغيره من جديد؟ لا صرت تحجون وبعدين اغيره من جديد هم ما يعجبكم. بس شنو هاي وراي؟ 1 2 3 4 هاي بحيرة قناديل البحر. اللي يعرف من هم قناديل البحر طبعا يضغط لايك واللي ما يعرف هم لايك. فسويت انه بموضوع السكن اختاروا لي سكن بالتعليقات اي سكن كتبوا اسمه فانا قاعده ادور هنا. مثلا كتبتوا لي انتم خلينا نفترض كتبتوا لي سكن ستيف انا ما اعرف هو ستيف اقعد ادور
اي سكين تريدون حختاره، حتى لو ستيف اي شيء بس يكون سكين حلو، ويكون اكثر من واحد مختاريه، ويكون السكين يعني اكثر من واحد عاجبه، يعني مو بوحدك انت عاجبك والثاني ما عاجبه ويعني هيك لا ما تصير حلوه. بس اذا كان مثلا خلينا نفترض انت اختاريت لي سكين واني السكين من يمي ما عجبني، مثلا خلينا نفترض انت اختاريت لي هذا السكين، هذا السكين حلو بربكم، هذا السكين حلو، خلينا نفترض انتم كلكم اختاريتوه عجبكم السكين، انا بالنسبه لي من يمي صراحه بذيك الحاله حكون راح اختار على موتكم. بس خلينا نفترض انه بس انت اختاريته وياك اثنين والباقيين كلهم ما عاجبهم وانا همين ما عاجبني، طبعا ما راح اختاره. شوفوا هذا مسكين بربكم، شوفوا لا ايديه ما اعرف قصتها وشعرها مسوي سبايكي ام طرفين وحتى فوقه ما اعرف شنو، وهذا احس عبايك روبن هود وش اسمه هذا اسمه تركو ما عليكم منه. فهسه خلينا نشوف القروي، والله عبالي راح هم تحب تعزف موسيقى ما ايش قاعد تسوي، والله شيء حواجبك طافره يا ست ام محسن، حواجبك ابد ما عاجبتني. انت يا سويتي اخر مره عمليه تجميل، روحي يعني اكو هناك محل يبيع فيجنات بلكت يطيش فيجن يخلي حواجبك تصير حلوه، يعني على الاقل سويش عمليه تجميل. شنو هذه الحواجب والابتسامه العريضه ما ادري شنو هي، حتى هاي ابتسامه تسميها، وهذا خشمك الكبير همزين بعد ما بيحبوب مثل الساحر، واو حتى صلع ما عندها شعر، واو طبعا هاي حالة اللي كان زومبي ويتحول. يا ريتني ما حاولتش من البداية، يوميا راح اقعد الصبح بماينكرافت واشوف هذا المخلوق قدامي الاصلع وابو حواجب طويلة وهمين ابو خشب طويل وراسه ما اعرف قصته. هنا نقدر هنا اقدر ابني قرية كلاش اوف كلانس كاملة. شوفوا مساحة عملاقة، واو حتى هدومك لا هدومك حلوة الصراحة بس تشبه هدوم ذاك بس غير لون. بس احنا حنبقى نحب ليش تبيع لنا اشياء حلوة من عدا بعض الاشياء الغالية. بس هذا حلو انا عجبني وهاي هم غالية بس هم عجبتني، وهذا ما راح يفيدني عندي من عنده هواي، وهذا هم كذاك نفس اللابس. اما في هاي هم ما راح اشتري من عندها جولد لان جولد ثمين، بس هذا احلى شيء عندها، هذا احلى شيء عندها. فيا ست ام محسن الشمس بدأت تغرب، اذا عجبك تنامين روحي نامي بالقبو جوا، فالصبح على خير مع السلامه. اذا صعدتي فوق راسك ما يبقى بمكانه، قاعد تسمعين اخ راسي بدا يأذيني، اكو حق قاعد يغني جوا تخيلوا صدقتك قاعد تغني مثل ذاك، ما هو ذاك اصلا ما قاعد يغني وكان عاقل اكثر من عندها، والله حاشتاق له. لحظة الفراق صعبة. خلنا ناخذ هاي التورشات، وطبعا هو هذا الفيديو اليوم ادري مو طويل بس سوينا بيه حدث خرافي ويا ست ام محسن، واذا عجبكم الاسم او لا او اذا اي شيء اليوم ما طلعت لكم اي علامة غير علامة واحدة واللي هي صوتوا. شنو هاي بعد ست ام محسن اوكي، واللي هي صوتوا على السكين اللي يعجبكم، وزائد صوتوا لحظة شنو صوتوا على السكين اللي يعجبكم. بالنسبة للسكين لا تصوتوا ما راح تطلع لكم علامة تصويت السكين. بالنسبه للسكين روحوا كتبوا بالتعليقات اسم سكين عاجبكم، مثلا انت حتى لو ما تعرف اسمه روح منك نقله هذاك هو اللي جوا ما تشوفوه. فاذا عجبكم السكين او انتم اختاريتوا السكين وانا عجبني، وبعض اللي قاعدين يعني يا شنو هذا الصوت، وبعض اللي قاعد يكتبون سكنات عجبهم هذا السكين همين، فحختاره طبعا على مودكم حتى لو ما حلو. هسه شنو كنت قاعده اقول، انتهت الحلقه واليوم ما طلعت لكم اي علامه غير علامه واحده واللي هي اختاروا موضوع الحلقه الجايه. اختاروا اللي يعجبكم، انا ما راح اجبركم على الاختراعات. انتم اذا عجبتكم هاي السلسله فاكمل عليها، وعن قريب راح اسوي بها اشياء ثانيه. فاتمنى عجبكم المقطع، ولا تنسوا تدعمني بلايك واشتراك. ويا ست ام محسن قولي لهم مع السلامه، ست ام محسن ام خشم وحواجب طويله وراس اصلع، ومع السلامه انتظروني بمقطع جديد.